السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من على خطى الحبيب. في سلسلة معجزات القرآن هنعيش مع بعض في كل حلقة مع آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، هنتأمل في معانيها ونكتشف وجه الإعجاز العلمي اللي سبق بيه القرآن كل العلوم الحديثة، عشان نتأكد إن الكتاب العظيم ده لا يمكن إن هو يكون إلا من عند ربنا سبحانه وتعالى. كل يوم بنبص فيه للسماء، لكن قليل جدا لما بنقف وبنتفكر ونتأمل في الجمال اللي فوقينا ده، في ملايين النقط المضيئة اللي بتنور لنا كل يوم بالليل السماء وهي النجوم. بس يا ترى اللي بنشوفه ده فعلا هو النجم نفسه ولا في سر أعظم ورا المشهد ده؟ القرآن العظيم بيكشف لنا سر فظيع جدا في آية قصيرة خالص، بيقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تأملوا معايا كده في القسم ده، ربنا ما قالش فلا أقسم بالنجوم، لكن قال فلا أقسم بمواقع النجوم. كلمة دقيقة جدا ووراها إعجاز عظيم اكتشفوا العلم بعد قرون طويلة. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بشيء عظيم جدا في خلقه، وده معناه ان في رسالة كبيرة قوي ورا القسم ده. لما قال بمواقع النجوم، العلماء دلوقتي فهموا ان اللي بنشوفه بالليل مش النجمة في مكانها الحقيقي، لكن دي صورتها القديمة، موقعها اللي كانت فيه من آلاف السنين، لان الضوء اللي خارج منه بيسافر مسافات طويلة جدا مهولة قبل ما يوصل لعينينا. العلم بيقول ان الضوء بيمشي بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة، ولو مشي سنة كاملة هيقطع مسافة اسمها سنة ضوئية، وده مقياس مسافة مش زمن. يعني السنة الضوئية بتساوي المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة. يعني لما نقول ان نجم بعيد عننا 4 سنين ضوئية، ده معناه ان الضوء بياخد 4 سنين عشان يوصل لعينينا، مش ان النجم نفسه بيعيش 4 سنين. اقرب نجم لينا بعد الشمس اسمه بروكسيما سنتوري، ده احنا لو بحثنا شوية هنلاقيه. بيبعد عن الارض حوالي 4 سنين ضوئية، يعني النور اللي بنشوفه منه دلوقتي بعينينا خرج من هناك سنة 2021 تقريبا عشان يوصل لنا دلوقتي. تخيلوا بقى النجوم البعيدة جدا اللي على بعد آلاف أو ملايين السنين الضوئية واحنا بنشوف ضوءها دلوقتي، لكن النجم نفسه أكيد ممكن يكون اختفى من زمان. وده بالظبط معنى مواقع النجوم التي أقسم ربنا بها سبحانه وتعالى. القرآن وصف الحقيقة دي بدقة مذهلة جدا قبل ما يعرفها البشر بأكتر من 1400 سنة. يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي إنسان وقتها كان يعرف حاجة عن سرعة الضوء، ولا حتى عن المسافات بين النجوم، ولا عن فكرة إننا بنشوف المواقع بتاعتها القديمة، مش بنشوفها هي نفسها. سبحان الله، يعني ده استحالة يكون كلام بشر، ده وحي من خالق السماوات والأرض اللي علم الإنسان ما لم يعلم. كل مرة هنبص فيها للسماء افتكروا إن كل نقطة نور فوقينا ليها قصة بدأت من آلاف السنين، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر إنها توصل لنا دلوقتي. فتأملوا معايا وقولوا من قلبكم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وسبحان من قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وبكده خلصت حلقة النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة من على خطى الحبيب.